صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ انا منى ودي قناتي. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتعملوا شير لو عجبتكم فيديوهاتي. ولو اول مره تخشوا عندي ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل اشعاراتي. النهارده هنعمل مخلل، نقول ايه؟ مخلل الغلابه، مخلل الجميل الرخيص اللي بصوا يعني الناس كلها بتحبه. ما اعتقدش ان في حد ما بيحبش مخلل اللفت. اللفت بتاعنا اهو، ده رخيص جدا يعني مش غالي. بيتباع ال4 كيلو ب10 جنيه. تقدري تعملي منهم كتير، تروحي تاكليه جنب الطعمية، جنب اي حاجة بتعمليها. يعني هو مخلل جميل جدا والطعم بتاعه روعة. بنجيبه وبننضفه. شايفين انا منضفاه ازاي اهو. حتى دول انا مش ساعات ما بستعملهمش، بس عندي ولادي بيحبوهم. بفتحهم كده في المية علشان لو في تراب ولا اي حاجة جوه هنا بيروح. تيجي تقطعيه. في ناس بيحبوا يعملوه المشرشر ده، انا بعمله بالسكينه اللي هي المشرشره دي، بس انا ما بتهمنيش الشرشره دي يعني صراحه. طيب عندنا بقى ايه؟ هنقطع اللفت بتاعنا ده زي ما انت عايزه، صوابع اللي انت عايزاه يعني، تخينه رفيعه اللي يعجبك. عندنا معلقه سكر كبيره، معلقه شطه، وفصين توم، ملح. انا مستعمله الملح الخشن اهو. ممكن تستعملي الملح العادي يعني، بس الخشن ده ما بيخليش اللفت يبقى دايب ما يطراش يعني. وعندنا بنجرايه كانت عندي في الفريزر وخرجتها من امبارح علشان اعمل بيها. هنقطع اللفت مع بعض. شايفين اهو، سهل جدا مش صعب في التقطيع. شايفينها؟ طيب انا بقطع على طول وبحط في البرطمان بتاعي نضيف. اول حاجه هناخد الفص التوم ده وهنقسمه نصين كده، تمام، وهنحطه في البرطمان. واضح اهو. كمان عندنا السكر ده هناخد منه ونحط هنا، يعني هناخد زي المعلقه، تمام. هنحط المعلقه وناخد بعد كده اللفت بتاعنا ده ونحط اللي احنا نقطعه نحطه في البرطمان على طول. لازم تغسلي اللفت كويس عشان ما يكونش بيبقى ساعات فيه تراب كده متداري، واخدين بالكم؟ نسيت اقول لكم. تنقي اللفتايه اللي تلاقيها متدكي عليها كده، بصوا تروح وتيجي معاكي شويه يعني، مش طريه لا، ناعمه طريه يعني، مش ناشفه حجر كده تضايقك. ليه؟ عشان ما تبقاش شايخه من جواها، تمام. شكلها جميل عامل زي القلب، والله شكلها سكره، مستخسره اقطعها. طيب هقطع الكميه كلها بقى وارجع لكم تاني عشان الفيديو ما يطولش عليكم. انا طبعا هحط البنجرايه كده في النص، في نص ال- البرطمان، تمام. كمل بقى تقطيع واكمل البرطمان وارجع لكم تاني. كده احنا قطعنا اللفت، شايفين اهو. وده ملا البطرمان التاني. بحب اعمل المخلل في البطرمانات الازاز. بحس ان البطرمانات اللي هي البلاستيك صراحة انا عملت فيها معرفش، بحس انها بتعمل ريحة مش حلوة يعني في المخللات. لكن انا بحب في الازاز. الازاز جميل جدا جدا، وبعدين بتشوفي كده تبقي شايفاه كده جميل. المهم عندنا هنا بقى لتر المية، ادي الشطة
طبعا اللي ما بيحبش الشطه ما يحطهاش، بس انا بنحب الشطه. اهي دي الشطه. كمان نص كوبايه خل. خلاص. عندنا لتر الميه، دي ميه كانت مغليه وبعدين بردت. خلاص. هنحط 4 معالق ملح. 4. تمام. هنقلب. وهنحط الخل هنا. هنا حطيت بنجر في البطرمان الكبير ده، حطيت بنجر، هنا ما حطيتش عشان اوريكم الفرق يعني. بس هنا بيدي لون بامبا كده فاتح، اللي هو لون اللي موجود في اللفت اصلا يعني. خلقة ربنا مفيش احلى من خلقة ربنا والله. وبرده ما البنجر خلقة ربنا برضه. هنبتدي نحط الميه. نجيب كده هنا ونحط الميه. كملت الميه عشان تكمل البرطمان يعني. تملي البرطمان الميه كده على الاخر. تمام. شايفه. كمان بنغطيه بقى ازاي الاول. هنغطيه ونقفله واوريكم ازاي بنعمله. نجيب البلاستيك ده، شايفينه اهو، بتخليه يلامس الايه الميه عشان مفيش هواء يخش جواه. وبعدين بنقفله كده كويس. تمام. ونغطيه بالغطا بتاعه. وبمسكه اقلبه كده عشان السكر وكل حاجه تلف. ادي برطمان اهو. رايكم كمان الصغير اهو. هنبتدي برضو نحط المحلول. برضو زي ما قلت لكم ان احنا بنبقى مالين الميه على الاخر. متقلقوش خالص من الملح اللي انا حطيته، هو بيدوب يعني بس بعد مده. تمام. هنقفل البرطمانات بالبلاستيك برضو زي ده كده، وهنغطيهم وهسيبهم بقى لما يتخللوا، وابقى اوريكم شكله عامل ازاي. اهو اللفت هنستنى بقى عليه اسبوع. اول ما يستوي هوريهولكم ونشوف شكله عامل ازاي. شايفين ادي اللفت خلاص استوى. شايفين ده اللي بالبنجر. تمام. وده اللي من غير بنجر. اللي يعجبكم اعملوه. بس شايفين انا ولادي ما استنوش ان انا اصور، ابتدوا ياخدوا منه وياكلوا منه والله من امبارح. طبعا ما كنتش قادره ان انا اصور، فدلوقتي قلت اما الحق بقى. شايفين؟ ايه رايكم؟ لو اول مره تخشوا قناتي ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتعملوا شير. انا منى ودي قناتي مطبخ اتعلمي واعملي بايدك. شكرا على المشاهده والمتابعه. مع الف سلامه.